أهلا بيكو. تخيلوا معايا كده إننا بنتفرج على مشهد في فيلم أكشن وفجأة بنلاقي كارثة بتحصل قدامنا. أول سؤال بيجي في بالنا إيه؟ إيه اللي حصل قبل المشهد ده عشان نوصل للنقطة دي؟ بالظبط كده. الماضي في اللغة عامل زي الفيلم ده، أوقات كتير بيبقى فيه قصة حصلت قبل القصة اللي بنسمعها. كلنا أكيد مرينا بموقف زي ده. حد بيحكي لنا قصة فيها أحداث كتير ورا بعض في الماضي، وفجأة بنلاقي نفسنا تايهين. هو إيه اللي حصل الأول؟ ومين عمل إيه قبل مين؟ اللخبطة دي طبيعية جدا لما الأحداث بتكتر. يعني لو جينا بصينا على جملتين بسيطين زي دول، صاحبي وصل وأنا خلصت واجبي، لو اتقالوا كده ورا بعض من غير أي حاجة توضح، هنعرف إيه اللي حصل الأول؟ مستحيل، الموضوع مبهم تماما. وهنا بقى بيبدأ اللغز بتاعنا. بالظبط كده، لغز في الماضي. الموضوع ده محتاج مننا نبقى محققين شوية. عندنا قضية وفيها تسلسل أحداث غامض. والجميل إن اللغة الإنجليزية بتدينا حل عبقري بصراحة. في زمن معين كده وظيفته إنه يبقى زي الراوي بتاع القصة، اللي بيجي في لحظة مهمة ويوقف كل حاجة ويقول لنا لحظة واحدة استنوا، في حاجة أقدم حصلت قبل كل ده ولازم تعرفوها الأول عشان تفهموا الصورة كاملة. طب إيه بقى هي الأداة دي؟ دي أداة المحقق بتاعنا، الماضي التام. هو ده السلاح السري اللي هنستخدمه عشان نحل كل الألغاز الزمنية دي. طيب يعني إيه ماضي تام؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. هو ببساطة شديدة زمن بنستخدمه عشان نقول إن في فعل معين حصل قبل فعل تاني، والاتنين حصلوا في الماضي، بس واحد أقدم من التاني. وتركيبته سهلة جدا، زي وصفة كده، بنحط هاد وبعدها التصريف التالت للفعل أو الفي 3. فاكرين اللغز بتاعنا بتاع الواجب وصاحبنا اللي وصل؟ دلوقتي بالأداة الجديدة دي نقدر نحله بسهولة. بصوا كده، لما نقول I had finished my homework كده خلاص احنا حسمنا الموضوع. ده الحدث الأقدم اللي حصل الأول، وبعد كده الحدث اللي بعده الأحدث شوية هو my friend arrived. شفتوا ازاي اللغز اتحل والترتيب بقى واضح زي الشمس؟ تمام قوي، كده عرفنا الأداة. يلا بينا نشوف إزاي نستخدمها. ندخل بقى في التفاصيل العملية. أول وأهم استخدام، وده يعتبر وظيفته الأساسية، هو إنه يوضح ترتيب الأحداث. يعني في جملة زي she had left the house before it started to rain، هنا مفيش أي مجال للشك. الحدث الأقدم والأول هو إنها مشيت من البيت. الحدث التاني اللي حصل بعده هو إن الدنيا بدأت تمطر. الماضي التام هنا هو اللي منع أي لخبطة. الاستخدام التاني مهم قوي برضه، وهو إنه يوضح السبب والنتيجة. بصوا على المثال ده. He was tired because he had worked all day. السؤال هنا، هو كان تعبان ليه؟ النتيجة إنه كان تعبان. طب والسبب؟ السبب هو الحدث الأقدم، إنه اشتغل طول اليوم. الماضي التام هنا هو اللي فسر لنا سبب التعب ده. في كمان استخدام ليه علاقة أكتر بالمشاعر، زي الندم أو الأمان اللي فاتت، زي لما حد يقول I wished I had studied more. هنا هو بيتمنى لو كان غير حاجة حصلت في الماضي، يعني المذاكرة دي كانت المفروض تحصل الأول بس ما حصلتش، فالماضي التام هنا بيعبر عن الندم ده. وآخر استخدام معانا وده بنشوفه كتير قوي هو في الكلام المنقول أو reported speech، لما نيجي ننقل كلام حد قاله، زي she said she had seen him before. هنا في فعلين، فعل القول said وفعل الرؤية had seen. طب إيه اللي حصل الأول؟ أكيد هي شافته الأول وبعد كده حكت وقالت، فالماضي التام هنا ضروري عشان يوضح تسلسل الأحداث ده. وبالنسبة لتكوين الجملة نفسها، فالجدول ده بيلخص كل حاجة. الموضوع بسيط خالص. في الجملة العادية بنقول subject وبعده had والفعل. في النفي بتبقى hadn't، وفي السؤال بنبدأ بhad. مفيش أسهل من كده. طيب كده خلصنا كلام نظري، يلا بينا ننزل على أرض الواقع ونشوف القضية دي في الحقيقة. إزاي الزمن ده بنستخدمه في كلامنا اليومي، وإيه هي الأدلة اللي بتكشفه؟ دي بقى بنسميها الأدلة بتاعتنا. الكلمات دي زي إشارات بتنور في الجملة عشان تقول لنا خلوا بالكم في ماضي تام جاي في السكة. كلمات زي before و after و when، وخصوصا بقى كلمة by the time، دي تقريبا علامة مسجلة للماضي تام. عشان الموضوع يوضح أكتر، تعالوا نتخيل مع بعض حوار صغير كده كأنه مشهد من فيلم. واحد بيسأل صاحبه شفت ماتش امبارح؟ وهنا الرد اللي بيحل اللغز كله. صاحبه بيقوله لا، على ما وصلت البيت كان خلص. جملة it had finished دي هي اللي فهمتنا كل حاجة. فهمتنا إن الماتش خلص الأول وبعد كده هو وصل البيت. فطبيعي صاحبه يستغرب ويسأله بجد؟ وهنا بقى بيجي الاستخدام التاني بتاع السبب والنتيجة. بيرد يقول له أيوة، كنت استنيت الأتوبيس 40 دقيقة. يعني هو اتأخر ليه وفاته الماتش عشان في حدث أقدم حصل الأول، وهو إنه فضل مستني الأتوبيس 40 دقيقة. هو ده اللي سبب كل حاجة بعد كده.
ودلوقتي بعد ما جمعنا الأدلة وحللنا القضية من كل جوانبها، جه وقت الحكم النهائي. والخلاصة كلها نقدر نلخصها في 4 خطوات بسيطة جدا. أولاً عندنا حدثين في الماضي. ثانياً الحدث اللي حصل الأول الأقدم هو اللي بياخد الماضي التام. ثالثاً الحدث الأحدث اللي حصل بعده بياخد الماضي البسيط. والهدف من كل ده إيه؟ رابعاً الهدف هو إن الترتيب يكون واضح وما يحصلش أي لخبطة. وفي النهاية خلينا نسيب التحقيق اللغوي ده ونفكر في الموضوع بشكل شخصي أكتر. كل واحد فينا عنده قصة. يا ترى إيه هو الحدث اللي لو بصينا لورا هنلاقي إنه كان حصل وبسببه كل حاجة بعده اتغيرت؟